واحد من أبرز القوانين اللي أصدرها الرئيس جمال عبد الناصر هو قانون الإصلاح الزراعي، اللي هدفه تقليص ملكية الأراضي اللي موجودة في إيد الإقطاعيين وتوزيعها على باقي الفلاحين. العقار اتحول من مجرد وسيلة للوجاهة والرفاهية إلى حق من حقوق المواطن، وأصبح الهدف من العقار هو السكن وليس التفاخر بالملكية. وكمان قرر الرئيس جمال عبد الناصر إن هو يأمم شركات المقاولات الكبيرة في مصر، وده كان جزء من خطة أكبر لإدارة مشاريع الإسكان بشكل مركزي وتوسيع دائرة وصول الإسكان للفئات الشعبية. وبالفعل بدأت الدولة تبني مساكن شعبية للطبقة العاملة، وكانت البداية بمدينة العمال في حلوان، وبدأت المشاريع الإسكانية تكبر وتتوسع في كل حتة، وده كان بمثابة علامة لتغيير اجتماعي كبير.